إذا أردنا الاستمرار في البطولة علينا أن نفوز بهذه المباراة. سنلعب ضد منتخب تنزانيا، لعبنا ضدهم عدة مرات، وبكل تواضع واحترام لهذا الفريق نعرف أنها ستكون مباراة صعبة كالعادة، ونأمل بطبيعة الحال أن نفوز بهذه المباراة للتأهل إلى دور ربع النهائي. Salam alaikum tout le monde. Bon, rien de différent de ce qu'a dit le coach. لا شيء يختلف عما قاله المدرب. مررنا بالمرحلة الأولى التي هي التأهل من دور المجموعات في المركز الأول. هدفنا الأول تحقق، ولا نضع خطط لباقي البطولة. نتعامل مع كل مباراة على حدة، ومنذ الغد سنقدم مباراة كبيرة ونتأهل إلى دور ربع النهائي. أسئلة؟ مرحبا. سؤالي حول منتخب المغرب الذي يمارس الضغط 10 مرات، قام بالضغط وأدى ذلك إلى تسديدات. هل تخشى من تعب وإرهاق اللاعبين؟ من الجيد أنك لاحظت ذلك، لأن ذلك قد لا يلاحظه كثيرون. انتقلنا من فريق ينتظر ويرد الفعل إلى فريق يبادر، وفي كأس العالم لعبنا بأوراقنا الرابحة، وهي الضغط والمبادرة. ولدينا أيضا الحرص على التعامل مع لحظات أو فترات التراجع وفترات التفوق، وينبغي أن نعتبر أن هناك إرهاقا، وينبغي أن نقوم بالتغييرات في الوقت المناسب للمحافظة على الطاقة المتوفرة لدى اللاعبين. وهناك فرق تصمد أمامنا، وكثيرا ما سجلنا في نهاية المباراة عندما نصل إلى نهاية الشوط الأول 0-0. وإذا حافظنا على كثافة أدائنا وضغطنا فإننا نسجل في نهاية المباراة. بقدر ما تتقدم البطولة بقدر ما سيكون علينا أن نتعامل مع فرق يمكنها أن تصمد أمام هذه الضغوط. Bonjour coach, Bolivar ici. J'avais une question, c'était sur كان لدي سؤال حول إبراهيم دياس. لعب 3 مباريات وكان ذا تأثير كبير، خاصة في الدورين، في المباراة الأولى والثانية. هل سيكون أداء الفريق مرتبطا بذلك اللاعب؟ هل هو اللاعب الورقة الرابحة للفريق؟ لا، إبراهيم فعال الآن. وعندما جاء إبراهيم في شهر مارس كان في ذلك في مباراة ضد أنغولا، ثم كانت مباراة ضد موريتانيا. وقد قلت لاحظت ذلك دائما حول اللاعب أنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع طريقة الأداء الأفريقية. وأنا ذهبت إلى مدريد ولكي أجعله يفهم أن الأداء أو كرة القدم الأفريقية تختلف عن أوروبا، وهو يتخلص من كرته بسرعة أكبر ويتحرك كثيرا، وهو فاعل الآن ونعرف أداءه ومواصفاته. هو يلعب في ريال مدريد، من أحد أكبر الأندية في العالم، وهو يعرف ما ننتظره منه، وربما الاعتماد عليه. وأيوب كعبي سجل 3 أهداف أيضا. وقلت له إن الخطر يمكن أن يأتي من أي لاعب. كان هناك سيباري ورحيمي أيضا والخنوس كانوا فعالين وسجلوا أهداف. ما يهمني ليس هو عدد الأهداف، ولكن أن الخطر يأتي من أي لاعب. إذا إبراهيم استمر في هذا اللعب ويفوز لنا بكأس أفريقيا
الفريق سأكون أسعد المدربين. المهم هو المجموعة، وإبراهيم هو جزء من هذه المجموعة، وعندما يكون فاعلا ذلك في مصلحة الفريق. أرجو من المصورين التوقف عن التقاط الصور. Thank you so much. Please go ahead. Bonjour, Mustafa Menjawi, l'AFP. Ma question est pour... سؤالي للاعب: هل يمكنك أن تقول لي حالتك البدنية واللياقية؟ هل يمكنك أن تلعب؟ أنا تحسنت كثيرا. عملت منذ أن تعرضت للإصابة ومنذ اليوم التالي. عملت من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية، لأن إصابة تحصل في تلك الفترة لم يكن ذلك من السهل التعامل معه. ينبغي أن أظل إيجابيا بيني وبين نفسي وبالنسبة للمجموعة أيضا، لأنه كان من المهم أن أكون حاضرا مع الفريق وأن ألعب دورا في المجموعة باعتباري أحد أقدم اللاعبين في الفريق، وأن أجد الكلمات المناسبة لأشد إزر المجموعة عندما تكون الأمور ليست في أحسن حالاتها. اليوم أنا أفضل، وقد بدأت أستعيد بعض الإمكانات، والمهم هو أن أعود بكامل لياقتي حتى أتمكن من مساعدة الفريق إن كان هناك ضرورة لذلك. المهم الآن هو المجموعة، وليس مهما أن أشارك في المباريات أم لا. المهم هو أن يؤدي الفريق بشكل جيد، وأنا ينبغي أن أكون مستعدا، ولا ندري مسبقا من الذي يلعب. أنا سعيد بعملية التعافي التي يقوم بها إلى حد الآن. بالنسبة للباقي سوف نرى. مرحبا. سؤال للمدرب: تنزانيا تعتبر فريقا بدرجة ثانية، كيف تتعاملون لتفادي الثقة الزائدة؟ بالتواضع منذ بداية البطولة، قلت ذلك منذ البداية. بالنسبة لنا المغرب، بالنسبة للإطار الفني واللاعبين، التواضع. الجميع يرانا مرشحين، والجميع يقولون إن لم يفز المغرب بالكأس فسيكون ذلك فشلا. وعملي أنا وفريقي واللاعبين أيضا هو التواضع. ونتذكر لماذا لم يفز المغرب بكأس أفريقيا منذ 50 عاما، لأننا في وقت مرحلة ما لم نكن متواضعين. إذن لا ينبغي أن نقع في هذا الفخ مرة أخرى. إذن سوف نظل متواضعين، وسوف نحترم فريق تنزانيا الذي تأهل وهو حاضر دائما في كأس أفريقيا، وهو فريق يتحسن في مستوى كرة القدم. طور دورية مسابقة الدوري لديه وبنيته التحتية، ولديه لاعبون ممتازون. وغدا سوف لن تكون مباراة سهلة تماما مثل ما حدث أمام جزر القمر وزامبيا. سوف نلعب بإمكاناتنا وبنقاط القوة لدينا، ولا ينبغي أن نترك لهم الفرصة لخلق المفاجأة. نحن نلعب أمام 60,000، وهي مباراة خروج المغلوب، ومثل هذه المباريات لحسن الحظ أو سوء الحظ كل شيء يظل ممكنا. مثل مباريات الكأس، هناك كأس الملك في المغرب أو كأس العرش، وكأس فرنسا وكأس إنجلترا. نرى دائما هناك فرص، علينا أن نحرص على أن نعطي فرصة لهذا الفريق لكي يحدث المفاجأة.
Moi, c'est Vivien Donfac, journaliste Equinox Télévision Cameroun. من الكاميرون. رأينا حكيمي يشارك في المباراة ضد زامبيا. ما رأيك في أدائه خلال تلك المباراة؟ وهل يمكن أن نراه أساسيا غدا ضد تنزانيا؟ بالنسبة لأشرف كنا واضحين منذ بداية البطولة ومنذ إصابته، تواصلنا أيضا بشكل جيد، والهدف معه هو أن يتحسن شيئا فشيئا من خلال التدريبات وإشراكه في المباريات. لعب نصف ساعة ضد زامبيا في نتيجة وفي مريحة بالنسبة له بدون أن يجازف. هو جاهز بدنيا، لا يشعر بأي ألم، وهو يمكن أن يشارك. وكما قلت أنا أتخذ القرار، كان يمكن أن يشارك في المباراة الأولى والثانية. اتخذت قرارا بأن أعده لأنني أريد لاعبا بكامل إمكاناته، والآن لدينا الفرصة والحظ لأن لا نستخدم حكيمي في المباراتين الأوليين. نحن في المنافسة الحقيقية الآن، وسوف نفكر هذا المساء، وحكيمي يمكنه المشاركة كما لا يمكنه المشاركة. نعرف أن ضربات الجزاء الترجيحية أساءت إلينا كثيرا في كأس أفريقيا، خاصة حكيمي وزياش. هل ستعملون أكثر من اللازم على تحسين الأداء في ضربة الجزاء الترجيحية؟ نعم، ضربات الجزاء هي جزء من مرحلة خروج المغلوب، وفي مرحلة ما هناك تلك السلسلة من ضربات الجزاء التي يمكن أن ابتسمت لنا في كأس العالم وليس في كأس أفريقيا مع أشرف أو حكيم زياشي. لكن كما قلت التعامل وإدارة الانفعالات، رحيمي لم يسبق له أن أهدر ولكنه أهدر هذه المرة. يمكن أن نعمل، ونحن نعمل باستمرار على هذه المهارة. ليس هناك حقيقة في ضربات الجزاء الترجيحية، علينا أن نقوم بالعمل حتى نصل إلى تلك السلسلة، وإذا وصلنا إليها أن نصل إليها ونحن بكامل الثقة. وكذلك الفرق المنافسة تجازف عندما تصل إلى ضربات الجزاء الترجيحية ضدنا. نحن لا نشعر بالذعر في مواجهة مثل هذه الأمر. يمكن أن نستعد لها، وينبغي أن نكون واعين بأن البطولة قد يتم الفوز بها في آخر لحظة بضربة الجزاء. نأمل أن نتفادى أو أن نصل إلى تلك الدرجة لأنها فيها كثير من المجازفة. سؤالي باللاعب حمزاوي جمن، سمعنا عنه ولكنه تعرض لإصابة، هل يمكن أن نرى عودته مع الفريق؟ حمزة تماما مثل أشرف هو يمثل تحديا، نعرف أنه غير متاح، وقد تبادلنا مع الإطار الطبي، وهو تدرب هذا الأسبوع ويعود بشكل جيد. هل هو بكامل لياقاته؟ هل يمكنه المشاركة 10 دقائق أو 20 دقيقة؟ حظنا اليوم أن لدينا العديد من المهاجمين. هناك مهاجم في أحسن حالته هو أيوب، ويمكن أن نستعين بحمزة في مرحلة ما. يمكنه أن يبدأ، هل يمكن أن يدخل خلال المباراة؟ الأمر يختلف بحسب المباريات ولعوامل عديدة، هو يتطور، ونحن نعرف أنه يمكن العودة في المرحلة الثانية. وبالنسبة لأشرف وبالنسبة لحمزة أيضا، وأشكر الإجهاز الطبي لمنتخبنا، لأن هناك كثير من الناس يعملون حول الفريق، والإطار الطبي عمل دون استمرار أو باستمرار لكي يحسن حالة اللاعبين.
أنتم لكم ديناميكية إيجابية. ماذا تقولون فيما بينكم حتى لا تقللوا من قيمة الفريق المنافس؟ كما قال المدرب ينبغي أن نتحلى بالتواضع، وكما قلت في البداية لسوء الحظ في الماضي كان لدينا لم ننجح لأننا تعرضنا للخروج من البطولة من قبل فرق كان من المفروض من الناحية الكروية أقل منا، لأننا لم نقم بما ينبغي القيام به لكي نتأهل، وتوالت الخيبات الأمل، وكان هناك لحظات حققنا فيها أشياء كبيرة. ما هو مهم على أي حال، ونخرج ذلك المدرب يكرر ذلك منذ فترة، إنها الروح المعنوية. أعتقد أننا اليوم مهما كان المنافس المهم هو أداؤنا نحن وعقليتنا وروحنا المعنوية. ندخل كل مباراة من أجل الفوز بها، وينبغي أن تستمر هذه العقلية مهما كان الفريق المنافس. أعتقد أن الناحية الذهنية والانضباط في كل مباراة ستحصل الفارق، لأن المواصفات الكروية لدينا لاعبون بمستوى كبير جدا يلعبون في أكبر المسابقات الدوري في العالم. المهم أن نكون جاهزين من الناحية الذهنية في المباراة، وأن نقدم التضحيات اللازمة. وهذه هي الظاهرة التي ينبغي أن نركز عليها، خاصة بالنسبة للاعبين الشباب الذين يأخذون أول كأس إفريقية وفي بلدهم. قد يكون ذلك عاملا فيه ضغط، وكذلك هناك خطورة أن لا نكون واعين بما تمثله كأس إفريقيا. وقد رأينا في المباراة الأخيرة حيث كنا أكثر ثباتا في 90 دقيقة، وفي النهاية استمتعنا بالمباراة، وكذلك الجمهور في الملعب، وفي النهاية الجميع كانوا سعداء، وذلك هو المهم. ثم بالنسبة لكأس أفريقيا، صحيح أن هناك تغيير لأننا متعودون على كأس أفريقيا كل سنتين، لكن من ناحية فردية في مستوى اللاعبين قد يكون شيئا إيجابيا. وتجاه الأندية كان